سهير روحية. اهلا وسهلا يا فاطمة، اتفضلي يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا دكتور، انا حضرتك انا عامله عمليه من مثلا من 4 شهور. من ايه؟ من 4 شهور. الف سلامة ليك. بس ما زلت تعبانه وراقده يعني. ايوه. بس انا دلوقتي كل اللي داخل عليا انت خسيتي، انت عملتي، لكن انا حاسه ان انا جوايا ان انا قويه، ان انا يعني ما فيش حاجه، ان كل اللي داخل عليا يقول لي كده، بس انا مش مهتميه بالكلام ده يعني. حتى طب ده انت شاطره. صح. ده انت شاطره قوي قوي يعني. هم خدوا ذنوب والحمد لله ما اثروش عليكي، بس برضه هياخدوا ذنوب. على فكره بس ثانيه يا فاطمه، انا قلت كلمه دلوقتي تساوي مليار دولار ذهب، ان في حد بياخد ذنوب والحمد لله ملوش اثر، وحد بياخد ذنوب والله يخرب بيته وله اثر. يعني اللي يدخل عليك يقول انت خسيتي يا اختي كده العمليه، يا لهوي ده مش انت ما بتشوفيش نفسك في المرايه ولا ايه؟ لو الموضوع ده عمل لك حاجه نفسيه وخسيتي اكتر وتنيلتي، هو هياخد ذنوب. لو قال لك الكلمه دي يا لهوي عليكي يا قلبي، لا 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 مش انت يا اختي، انت كنت قمر. طب حتى بص في الصوره، فين الموبايل يا بيت لما كنا في عيد ميلاد ده شوشو وتوريكي صورتك القديمه وتحزن وانت ما تتاثريش، برضه واخد ذنوب. يعني الذنوب ما بتتاخدش بناء على الاثار، لا خالص خالص. واحد لا قدر الله زنى، اسمه زاني كويس قوي، وقامت اللي زنى معاها ما فيش مشكله ولا حبلت ولا حاجه. واحد تاني زنى وحملت في الزانيه السوداء، ايه زاني هنا زاني هنا، وهنا جهنم ان لم يغفر ربنا، وهنا جهنم ان لم يغفر ربنا. فما عندناش هم واخدين ذنوب وانت ربنا يعافيكي ولا تسمعي للكلام ده. وننصحهم في الموعظه الحسنه بان لينا النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد اللي احنا عارفينه طشاش بيقول لما تدخلوا على العيان افسحوا له في العمر وقولوا له يا انت هايل، انت احسن مننا. احنا بنخالف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وعايزين نموت. على فكره من اجمل ما قرات في تذكره الحفاظ للذهبي وفي وفيات المسلمين برضو له والغيره، يعني ان كان واحد داخل على واحد من التابعين وبيقول له شوفوا الزائر، الكلام ده بقى له 1000 سنه والله العظيم، شوف زائر المريض لهبل ابن الهبله بيزور العيان. فبقول للعيان ايه؟ هو ابوك مات عنده كام سنه؟ قال له 65. قال له انت كام؟ قال له 64. قال له هانت يعني فاضل لك سنه وتحصل ابوك. وبعدين رجع قال له ايه؟ هو انت عندك ايه؟ اي والله بالحرف اللي بره ده، بس انا بحوله ترانسليشن تو عاميه عشان الناس تفهم يعني. فقال له هو انت عندك ايه؟ قال له عرق هنا بيوجعني واسمه عرق النسا ولا النسا. قال له تصور ده اللي جاي يزوره فلان مات بيه وفلان مات بيه، تسمع عن فلان لسه ميت امبارح بنفس الداء بتاعك ده. فالعيان كان ناصح قوي وعرف ان الواد ده اهبل وحاقد ومش جاي يزور ولا حاجه. فاستنى لما قال له وانت عامل ايه؟ قال له انا؟ قال له قال له واكل امبارح نص خروف وكانت ليله يا ابني والله وانا عارف انا على الهوا زي تفكروا اني نسيت. وكانت ليله يا ابني امبارح انا والمدام، يعني انا بترجم عليه الصلاه والسلام وانا بتقول لي صلي على النبي بتفكرني. وكانت ليله يا ابني انا والمدام امبارح كاننا لسه في اول ليله الدخله، مع اني متجوز بقالي 40 سنه وعندي قوه، حاسس بقوه 30 راجل. هو طلع من عنده عيان، يبقى كان جاي عشان يموته بس